السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادية عبد الله العفيفي، أمينة المرأة عن مركز أم حمادة، حزب حماة الوطن. حزب حماة الوطن تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، ومحمود بيه صلاح أمين المحافظة، وحسين بيه هندي أمين أم حمادة. حزب حماة الوطن، احنا من خلال حزب حماة الوطن احنا حزب لله الحمد، حزب عصامي، حزب بدأ من الصفر، حزب بيتعامل بروح الفريق لله الحمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نفذنا فعاليات كتير من ساعة ما دخلت أنا وكنت موجودة معاهم في حماة الوطن، يعني ما بيعديش شهر غير لما بننفذ فعالية بين معارض أدوات منزلية، معارض للمواد الغذائية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قوافل طبية في كل الوحدات الحزبية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قوافل طبية. إن شاء الله بإذن الله حماة الوطن من خلال الأمانة الموجودة في أم حمادة كلنا ناس لله الحمد والمنة، ناس بنتعامل بحب، بنتعامل بإخلاص، كلنا رجل واحد، كلنا على قلب رجل واحد من أجل مصر ولرفعة مصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. آخر فاعلية نفذناها هي الملتقى التوظيفي في أم حمادة، ودي كانت بداية، وإحنا بنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال حماة الوطن في أم حمادة. وأنا بنكلم كل الشباب اللي هيسمعوني، كل شاب اللي عايز يشتغل، مصر فاتحة إيديه لكل الشباب اللي عايز يشتغل، من أول اللي هو بدون مؤهل إلى ما شاء الله. كل اللي ما لحقش الملتقى التوظيفي في أم حمادة يكمل الملف بتاعه ويتواصل مع حماة الوطن في أم حمادة. وإن شاء الله بإذن الله إحنا رحنا وتم توقيع بروتوكول بين حزب حماة الوطن وبين مجمع عمال مصر، والحمد لله رب العالمين. مجمع عمال مصر فاتح ايديه، ومصر كلها فاتحه ايديها للشباب للعمل. ونتمنى ان كل شباب مصر بصفه عامه وعلى الاخص أم حمادة، كل شاب مش هيستنى من غير شغل باذن الله يقدم ورقه لامانه أم حمادة، او يتواصل واتس مع امناء الوحدات الحزبيه الموجودين في أم حمادة، او يجي مباشر للامانه المركزيه فوق بنك اسكندريه في أم حمادة ويقدم الملف بتاعه. وان شاء الله كل اللي هناك ناس مستنيه الناس تروح لها، ناس محترمه قابلونا باحترام وبادب، ويتمنوا انهم يقدموا كل الخير لشباب مصر. ربنا يبارك فيكم يا رب، اللي بتقابل الوظيفة من سن 20 لسن 40 وموجود لهم سكن، وموجود لهم باص يوديهم الشغل، وموجود لهم وجبة أثناء العمل. اطمئنوا يا شباب مصر، مصر فاتحة ايديها لكل شباب مصر عشان ما يبقاش موجود عاطل على أرض مصر. تحيا مصر. احنا بنشكر الرئيس السيسي بارك الله فيه لهذه المجهودات، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.